جماعة أنا لسه دلوقتي حالًا مخلّصة جلسة مع couple خلاص تقريبًا بيتطلّقوا، يعني رغم إن ما بينهم عِشرة وأولاد إلا إن البيت بيتهد، وخلّيني أختصر لكم مشاكل العلاقات كلّها في حاجة واحدة، حاجة واحدة اسمها الأمان. الأمان يا جماعة نوعين، أمان مادي وأمان عاطفي، والاتنين زي جناحين، ما ينفعش واحدة فيهم من غير التانية، ما ينفعش الحياة من غير أمان مادي يا جماعة. لازم يا بنات وانتوا سخنانين دلوقتي على الجواز وفي سيزون الصيف وشفت صاحبتي بتتجوز وانا بحب الولد ده رغم ظروفه والكلام اللذيذ اللي احنا بنسمعه ده، في الاخر بيجولنا علشان نصلح حاجة ما بتتصلحش. الامان المادي مهم لفتح بيت، وصدقوني اي عاطفة بتهرب من الشباك لو مفيش امان مادي، لان الواحد بيعيش في انكزايتي، فانكزايتي خلاص انت ضربتي البيزك نيدز، النيد فور سيفتي اتضرب، بقيتِ خلاص يعني مش عارفة بعدها تشوفي ما بعده، حتى إن شاء الله علاقة حميمة هتبقى مش مضبوطة، لإن الست لمّا بتحس بالأمان بتحس بالحب، أوكي؟ فالأمان ده عاطفي، إن الراجل يكون مطمن مراته وهي كمان تطمنه، إن هي تكون حاسة إن هو راجع مش بيبُص على ستات غيرها، مش محسسها دايمًا بمقارنات، مش محسسها إنها ممكن تترمي في الشارع في أي وقت، ده مهم، بس اللي مهم كمان الأمان المادي، خلّوا بالكم.